هنالك ساديو كانوتي، ساديو سريعة لبواليا على الرواق الأيمن، وصلت لرياض بودبوز. الرياض يبحث عن توزيعه داخل منطقة الجزاء. أهداف المباراة عن طريق الصغير، عن طريق الفتى الصغير أخريب يفتتح مجال التهديف لمصلحة عناصر شبيبة القبائل. نعم، قصر قامته سمح له أن يرتقي أمام دفاع مولودية البيض. نعم، يرتقي أمام دفاع نادي مولودية البيض، وبالراس يحرك شباك صالحي. ترك دفاع فرسان الهضاب يتساءل، نعم يتساءل، من أين أتت الكرة؟ كيف سجل هذه الكرة؟ هو أخريب. هاي الإعادة، هو المشهد الكروي. التوزيع من أين؟ من رياض بودبوز بالمقاس، يا سلام. نعم بالمقاس، يا سلام، وبالراس يا للال من أخريب لحلو. يأتي بالأخبار السعيدة لمصلحة الكناري. صغير في السن لكن مستقبله كبير إن شاء الله. تذكروا كلامي إلا وإذا عاد إلى أمام استشهاد الكرة. وترى لرياض بودبوز سريعة 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 وخطيرة، سريعة وخطيرة، سريعة وخطيرة، سريعة وخطيرة، سريعة وخطيرة، سريعة وخطيرة. والهدف الثالث يسوي ثلاثة لمصلحة الكناري عن طريق بودبوز. يسجل الهدف الثالث ويحرك عداد التهديف على مستوى الدوري ليصل إلى الهدف الرابع. يا سلام على الكرة، يا سلام على المرتدة، ويا لا شكل. استلم، انطلق، قرر، واعطى كرة على طبق للقائد الذي لم يتسامح، للقائد الذي لم يتهاون، للقائد الذي لم يفوت الموعد. حط وسجل هدفا آخر لمصلحة الكناري عند الدقيقة 85. انهارت فرسان الهضاب بهذا الهدف الثالث، كما يقولون بلغة جيدوليبو، بلغة الفن النبيل الكاو، وبلغة كرة القدم. الزعيم يتفوق على فرسان الهضاب بالثلاث هنا بهذا الملعب التحفة. هو شكال، دخل شكال، توغل شكال، قرر شكال، منط كرة لشكال. وترى لشكال، وشكال لمن؟ للقائد بودبوز. لم يتهاون، ورقتين بديلتين أعطتا الهدف الثالث لمصلحة شبيبة القبائل. لوجه بركان وصالحي، بركان يضرب كرة في المرمى، في المرمى، في المرمى. يسوي ثاني لمصلحة الكناري عند الدقيقة 73 عن طريق بركان. جاء بضربة الجزاء وترجم بنجاح في شباك عبد القادر صالحي. نعم، يدون، يسجل ويؤمن نتيجة الكناري أمام فرسان الهضاب بهدف ثاني. بركان استثمر في الكرة، بركان لم يتردد، بركان لم يتهاون، بركان لم يترك المجال لصالح عبد القادر. حط في شباك صالحي، واعلن عن اول اهدافه على مستوى الدوري.